لوفان. يقف لوفان مع شياوي بشكلها التنيني، ويقول الفريق: بما أن لوفان يمكنه استدعاء تنين عملاق، فهذا يعني أنه يمكننا إنهاء العالم السري. ولكن لوفان مستغرب لأن البوابة لم تظهر بعد، ويتساءل ما إذا كانت الزعيمة لم تمت بعد. فجأة يظهر ظل في الماء، وتخرج الزعيمة مجددا بطاقة كبيرة وبشكل أقوى. يصاب الفريق بالذعر، حيث تظهر الزعيمة غاضبة وترتفع جميع إحصائياتها. تهجم الزعيمة بالماء على لوفان والفريق، لكن شياو تتصدى للهجوم بمهارة المناعة والتقييد التي تقلل جميع الأضرار بنسبة 50%، وتمنح مناعة ضد جميع التأثيرات، وترفع قدرة الشفاء الذاتي بنسبة 500%. تحاول تساو إير تفادي الهجوم، ولكن الزعيمة تصيبها مجددا. يحاول العمجي مساعدتها، لكن الماء لا يمكن تدميره، ويدركون أن ذلك بسبب جسم الكراهية الذي يجعله محصنا ضد جميع الأضرار الجسدية. تقول تساو إير بحزن: لقد انتهى الأمر يا آنسا، أنا آسفة. فترد تشين: أنا من يجب أن يعتذر، فقد أصريت على المجيء لهذا العالم السري، وأنا السبب في كل ما حصل لكم جميعا. لكن لوفان يقول لها بحزم: بعد أن وصلنا إلى هذه النقطة، هل سنستسلم الآن؟ فتجيب هايتشين: أنا الوحيدة التي يمكنها استخدام الهجمات السحرية، لكن قوتي الهجومية ضعيفة. فيرد العمجي: هذا الوحش محصن ضد جميع الهجمات الجسدية، وفي هذا الموقف بالكاد يمكننا حماية أنفسنا. تقوم الزعيمة بتفعيل تأثير الحزن، لكن لوفان يصرخ: لن أستسلم. عندها تفعل شياو تأثيرات المناعة، مما يجعلها محصنة ضد الموت الفوري وسم الجثة والنزيف والدوخة وجميع مهارات الزعيمة، لأنها من سلالة التنين الأسود. يصاب الفريق بالدهشة، لكن تساو إير تقول: الفرق في المستوى كبير جدا. يرد لوفان بثقة: لا تقلقوا، سمات التنانين لا يمكن مقارنتها بالبشر. وهنا تفعل الزعيمة مجددا تأثير الحزن، لكنه لا يؤثر على شياو إطلاقا بسبب مهارة المناعة. رغم أن شياو في المستوى الثامن، إلا أن إحصاءاتها تفوق الزعيمة بكثير. يستخدم لوفان مهارة تشجيع الني التي ترفع جميع السمات والقوة الهجومية بنسبة 30%. ثم يستخدم لوفان وشياوي مهارة الحمم التي تطلق النار بشكل مستقيم أمام العدو، وفي نفس الوقت تعالج المستخدم بمقدار الضرر الذي يلحقه بالعدو. تعاني الزعيمة بشدة ويتم محوها تماما. يصاب الفريق بالدهشة من قوة لوفان وشياوي، لكن قبل أن تموت الزعيمة وتنفجر، تستخدم مهارة إرادة الكراهية، وهي انفجار كراهيا يوقظ جميع الجثث في السر. تنفجر الزعيمة ويسقط منها صندوق، ويرتفع مستوى شياو بمقدار 10 ومستوى لوفان بمقدار 5. يفرح الفريق لانتهاء الزنزانة أخيرا، لكن فجأة يستيقظ الزومبي ويدركون أنه تم إحياؤهم في القرية. تتحول شياوي إلى شكلها البشري وتهاجم جميع الزومبي، فتقضي عليهم بسهولة. يصاب العمجي بالدهشة: هذه الفتاة هي في الواقع التنين العملاق. وتشين مندهشة أيضا: الزومبي الذين قاتلناهم بشدة من قبل تم قتلهم بسهولة هذه المرة. يقول لوفان: شياو تتعامل مع هؤلاء كما لو كانت تلعب. ثم يطمئن تشين: لا داعي للقلق، تم هزيمة رئيس الوحوش، وبعد توزيع المكافآت يمكننا الاستعداد للمغادرة. ووفقا للقواعد سأختار أولا لا تمانعين، أليس كذلك؟ ولكن قبل موت الزعيمة وانفجارها، تستخدم إرادة الكراهية، وهي انفجار الكراهية وإيقاظ جميع الجثث في السرب. فتنفجر الزعيمة ويسقط منها صندوق، ويرتعش ياوي بمقدار 10، ومستوى لوفان يرتفع بمقدار 5. ويكون الفريق سعيدا لانتهاء الزنزانة أخيرا، ولكن يصح الزومبي، ويتضح أنه تم إحياء الزومبي في القرية. ولكن يطير شياوي وهي في شكلها البشري، وتنهال على جميع الزومبي وتتخلص منهم بكل سهولة. فيتفاجأ العمجي أن هذه البنت هي في الواقع التنين العملاق، وتتولد شين وهي متفاجئة. الزومبي الذين حاربناهم بشدة لقتلهم من قبل، في الواقع تم قتلهم بسهولة شديدة. فيقول لهم لوفان: شياوي تتعامل مع هؤلاء كما لو كانت تلعب. ويقول لتشين:
لا داعي للقلق، تم هزيمة رئيس الوحوش، وبعد توزيع المكافآت يمكننا الاستعداد للمغادرة. ووفقا للقواعد أختار أولاً، لا تمانعين أليس كذلك؟ فتركها، وعندما يفتح لوفان الصندوق يجد فيه سيف النور المقدس من النوعية الممتازة، ومتطلبات المستوى من 10 أو أكثر، مع مهارة ختم النور المقدس والتي تسمح للمستخدم بتوجيه شعاع من الضوء لتقييد الهدف. رداء الشفق من النوعية الممتازة، ومتطلبات من 10 أو أكثر، مع مهارة التدفق الضوئي والتي تسمح للمستخدم بتوجيه الضوء لإنشاء حاجز حماية. خاتم الحزن من النوعية النادرة، مع مهارة هالة الحزن والتي تمكن المستخدم من تحديد هدف واحد لتلقي هالة الحزن. أي هجوم يكون به حامل الهالة يزيد في قيمة الغيظ، وعندما تصل قيمة الغيظ إلى الحد الأقصى يصاب الهدف بتأثيرات سلبية مثل تسمم الجثث والنزيف. كتاب تغيير المهنة من النوعية الممتازة، ويمكن للمستخدمين الذين ليس لديهم أي مهنة مخفية تغيير مهنتهم إلى مهنة مخفية أعلى من مهنتهم الحالية، ولكن باحتمال منخفض جدا. فيختار لوفان كتاب تغيير المهنة، فتقول له تشين وهي متوترة: لا داعي للتظاهر معنا، وفقا للقواعد كل هذه الأشياء ملك لك. ولكن يقول لها لوفان: أنا لا أتظاهر باللطف، فمع الروح تناسبك أكثر، ولكن أنا بحاجة إلى مجلد تغيير المهنة هذا. فتقول وهي سعيدة: لولا وجودك لربما مات الجميع هنا. وتقول له: خذ خاتم الحزن، على الأقل يرجى قبول هذا. فيوافق لوفان ويأخذ منها الخاتم. وبعدها قلت تساءل تشين: يا آنسة، يجب أن أستعد للعودة. وتقول تشين مع نفسها: لوفان، ما الذي لم تظهره لنا بعد؟ أنت حقا شخص غامض. وتنتهي الأحداث عند محل المخبوزات في المدينة، وقتها تكون عامة لوفان سعيدة جدا لأنه عاد، وكانت خائفة عليه جدا وتعيط لأنه ترك البيت دون حتى أن يخبرها، فيسامحها لوفان على ذلك. وبعدها تقول العمة للشياوي: إنها أكيد لم تأكل بشكل كافي هذه الأيام، وهل تشعرنا بالجوع؟ فبدت شياو تهز رأسها بالموافقة. وبعدها يخرج لوفان كتاب تغيير المهنة ويحاول أن يعطيه لعمته، ولكن في البداية ترفض عمته هذا الشيء الثمين، وتقول إنه يجب أن يبيع هذا الكتاب ويشتري بعض المعدات له كي يجهز نفسه جيدا للاختبار التدريبي الكبير. ولكن يريها لوفان حسابه البنكي ويقول لها: عمتي، لا أحتاج إلى المال أو المعدات. ويكون في حسابه 280 ألفا، والعمة مصدومة من هذا الرقم، وتقول له: من أين لك كل هذا المال؟ فيقول لها لوفان إنه باع المواد التي جمعها خلال هذه الرحلة، وأيضا زميلته تشين، وعدته بمكافأة قدرها 100 ألف. ويقول لها: عمتي، صدقيني، لن نضطر أبدا للقلق بشأن المال مرة أخرى. والعمة سعيدة من هذا الكلام، ويقول لها لوفان: من الأفضل استخدامه الآن. فتوافق العمة وتفعل كتاب تغيير المهنة، فتغير مهنتها من مهنة حياتية عادية إلى مهنة مخفية، وهي طاهية السحر. فيسأل لوفان إن كان هناك أي تغييرات جديدة، فتقول إنها تمتلك الآن مهارة طبخ السحر، حيث يمكنها صنع طعام له تأثيرات مختلفة. ولوفان سعيد من هذا الأمر، وبعدها يقول: مهارات عمتي جيدة جدا، لذا يجب أن تكون الخصائص الإضافية عالية أيضا. مكتب عائلة تشين. نفس الليلة في ذلك الوقت، الآنسة تشين تحكي عن لوفان وكيف استدعى تنينا أسودا قويا جدا لإنقاذ الجميع، وتعتذر عن تصرفها المتهور الذي كان سيميتهم جميعا. فيسألها الشخص الجالس أمامها والدها: هل عرف أي شخص آخر عن التنين؟ فتقول له تشين: لا، اتفقت مع لوفان عند عودتنا ألا نخبر أحدا من عائلة تشين عن التنين. فيقول لها: أحسنت التصرف، لو تسربت هذه المعلومات فلن يتمكن الكثير من الأشخاص الذين يرغبون في الحصول على قوة التنين من الحفاظ على هدوئهم. ونعرف أن اسمه هو تشن شنهاي، ومهنته القتالية غير معروفة بعد. هنا تتوجه تشين لوالدها وتقول له: أبي، لقد أنقذ حياتنا جميعا بما في ذلك حياتي.
ماذا ستفعل أنت؟ ألا تفكر في استغلال التنين الخاص به، أليس كذلك؟ فيضحك الأب ويقول لها: وهل تعتقدين أنني شخص كهذا؟ وماذا ستفعلين لرد الجميل للوفاء على إنقاذه حياتكم؟ فتقول له: وعدته بمبلغ 100,000 عندما دعوته للفريق. خذي بطاقتي البنكية غدا وقومي بزيارته شخصيا للتعبير عن امتنانك له. فتوافق تشين على ذلك، وبعدها تقول لوالدها: أبي، أنت مهتم جدا بلوفان، ألا تريد أن تأتي معي؟ فيقول لها الأب: كنت أتمنى ذلك، وكنت سأكون سعيدا جدا بمقابلة مروض التنين هذا، ولكن لدي ترتيبات أخرى غدا. المدينة تتحدث عن الأميرة. في اليوم الثاني نرى جميع الناس يتحدثون عن قدوم الأميرة الصغرى من مملكة تايتشي للدراسة في مملكة التنين في مدينة جانغهاي، ويكون الحديث عن البنت التي معها حارس، ويقولون: في عالم الأعمال هناك تبادل زيارات، لذا لا يمكنك الرفض. ولكن لماذا أتت في هذا الوقت قبل الامتحان الكبير؟ لا أعتقد أنها هنا فقط للدراسة. وهنا تذهب الأميرة إلى محل الكعك الخاص بعمة لوفان. وقتها تكون العمة مشغولة في العمل، وفجأة يصل شخصان إلى المحل، فتقول لهم العمة: اعتذر لكم حقا، ولكننا مغلقون اليوم. ولكن الأميرة تسخر من المكان، وهنا الحارس يدفع الباب بعنف مما يؤذي العمة. ثم تقول الأميرة بكل تكبر: أنا الأميرة جين جو من مملكة تايتشي، وأنا هنا للبحث عن شخص اسمه لوفان مروض التنين. وهنا ينزل لوفان ويشاهد عمته تتألم، فيهرع إليها ليطمئن عليها. فتتحدث إليه الأميرة بكل غرور: أنت لوفان؟ شرفتني الأميرة بحضورها خصيصا للقائك. فيستغرب لوفان ويقول الحارس: هذه هي الأميرة جين جو من مملكة تايتشي، وأنا خادم الأميرة تشوي. ونعرف أن مهنتهم القتالية غير معروفة بعد. وبتقول له الأميرة بكل فخر: أنا هنا لأعطيك فرصة للتقدم في الحياة. ويستغرب لوفان من كلامها: قصدك إيه؟ فتقول له: كونك مروض تنين أمر صعب. وهنا تخرج بيضة التنين وتقول للأميرة: أول ما توافق على طلبي ستصبح هذه ملكك، ولدي شروط بسيطة. أريدك أن تكون خادمي وتفعل ما آمرك به، ولا تعصي أوامري أبدا. وهنا يستعمل لوفان قوته، ويتعرف أنها بيضة ديناصور من نوع التنين الأرضي المستوى الأول، وهذا التنين يتمتع بقشرة خارجيا صلبة بشكل طبيعي. ويقول لوفان في نفسه: هذا التنين الأرضي من أدنى أنواع التنانين. ثم يقول للأميرة: حسنا، الصفات رائعة. فتنفجر الأميرة غضبا وتقول في نفسها: هل يدرك هذا الشخص حقا ما تعنيه بيضة التنين لمروض التنانين؟ والعمة متفاجئة مما يحدث وتقول للوفان: كيف يمكنها أن تفعل ذلك؟ فيقول لها لوفان: لا تقلقي يا عمتي، سأتعامل مع الأمر. فتقول له الأميرة: سأعطيك البيضة لتصبح أقوى مروض تنين في التاريخ، ولكن بشرط أن تكون خادمي. فيرفض لوفان العرض مما يزعج الأميرة، وتقول له: أترفض أن تصبح خادمي؟ وأول مروض تنين يسجله التاريخ يرفضني. فيقول لها لوفان: لو كان هذا هو سبب مجيئكم يمكنكم المغادرة، لا أهتم بهذه البيضة. فتغضب الأميرة من كلامه ويهاجمه الحارس فورا، وتحاول العمة إيقافهم، ولكن الحارس يضربها. لوفان يخاف على عمته ويجري إليها، ويغضب جدا من هذا الأمر. وهنا يحاول الحارس الهجوم على لوفان، ولكن لوفان يستخدم سيف التنين ويقول بغضب: سأقتلك بيدي. فيرتد الحارس للخلف ويقول في نفسه: هذا الرجل غير طبيعي أبدا. ثم يهجم لوفان على الأميرة ويسقطها أرضا. فيغضب الحارس ويهجم على لوفان، ولكن لوفان يصد هجومه بسيف التنين ويرمي سيف الحارس بعيدا. بعدها يذهب الحارس للأميرة ليطمئن عليها، ولكنها تضربه على وجهه وتقول: أنت عديم الفائدة؟ هل أبدو بخير في نظرك؟ اذهب واقتله. حتى لو لم أتمكن من العثور على مروض تنين آخر أريده ميتا. تشين تحاول الاتصال بلوفان في ذلك الوقت. تحاول تشين الاتصال بلوفان ولكنه لا يرد، وتفكر في نفسها: ما هذا الأمر؟
وفجأة يقطع تفكيرها انفجار يخرج منه الحارس بعد تعرضه للهجوم، ويقول للأميرة: هذا الشخص قوي جدا. فتغضب الأميرة وتستخدم مهاراتها لمساعدة الحارس في هزيمة لوفان. ويقول لوفان في نفسه بتوتر: هذه التعويذة تشبه تعويذة تشين، ولكن بشكل معاكس. يبدو أنها تمتلك مهنة خفية أيضا. وهنا تسأل تشين لوفان عما يحدث، ولكن الحارس يتحول لوحش. المستوى 12، الأميرة المستوى 5، مهنتها ساحرة الروح. فتقول تشين: لوفان، سأساعدك. ولكن الحارس يهجم عليها فيرميها لوفان بعيدا عن الهجوم، ويقول في نفسه: هجوم هذا الوحش أصبح قويا جدا، يبدو أنني سأحتاج لاستخدام تعزيز التنين مع مخالب التنين. والأميرة سعيدة وتقول: اقتله هكذا، سأشعر بالارتياح. شياو تظهر بشكلها التنيني، وفجأة تقفز شياو من النافذة وتتحول لشكلها التنيني، والأميرة مصدومة مما تراه، ويقول لوفان بفخر: حان دوري الآن للتنفيس عن غضبي. والأميرة مرعوبة لأنها ترى تنينا حقيقيا لأول مرة، فتهجم شياو عليهم ويهزم الحارس من ضربة واحدة. وينادي الحارس الأميرة طلبا للمساعدة، ولكن شياو تقطع مهارتها بسلاسل التنين وترميه بعيدا. وتقول الأميرة في ذهول: باستثناء عائلة جين التي تمتلك بيد التنين، لم أتوقع وجود تنانين أخرى. ويقول لها لوفان: اقتلي التنين لتنفيس غضبك. والأميرة خائفة جدا وتبكي: ابتعد، أنت لا تعرف عواقب مهاجمتي. فيقول لها لوفان بنظرة مرعبة: أمرت أتباعك بالهجوم على عائلتي. فتخاف الأميرة وتقول: ماذا ستفعل؟ وهنا تجمع شياو قوة نارية ضخمة للهجوم على الأميرة، ويستعد لوفان للهجوم بسيفه، ولكن فجأة يظهر أبو تشين راكبا طائرا، فتهجم شياو نحوه، ولكن لوفان يوقفها. وينزل أبو تشين ويقول: هناك الكثير من الناس هنا، أخفي التنين الآن. ويقول في المقاطعة، ويقول له فان مع نفسه، وهو يفتكر لما حصل على خريطة الكنز اليومية، ويقول: إن منذ وصولي إلى المستوى 15 لم أستخدم خرائط الكنز اليومية التي حصلت عليها، لأنه لسوء الحظ كلها من المستوى المتوسط. ولكنه يفكر في دمج الخرائط الثلاث معا، وساعتها سيتمكن من التحضير لاختبار الدخول الكبير. ولكن يقطع تفكيره شخص ينادي عليه ويقول له: لوفان، هل أنت ستشارك أيضا في اختبار الدخول الكبير؟ فيقول له لوفان: أيوة يا أستاذ، واجب علينا المشاركة، وأحس أن قوتي زادت كثيرا في الأيام القليلة الماضية. فيقول له الأستاذ: هذا رائع، وعليك أن تبذل جهدا كبيرا وتفضل، هذا حجر التنقل الخاص بك. والمعلم يعتقد أن حاسته القتالية ليست أسوأ من أي مهنة، ويعرف النظام أن حجر النقل للاختبار، وتأثيره هو عند استخدامه في الاختبار الطابق الأول، فسينتقل إلى الطابق السادس عشر من برج السلم، وعند استخدامه داخل برج الاختبار فساعتها سيتم نقله إلى منصة الاختبار. ويقول له الأستاذ: ولكن أهمية المهنة كبيرة جدا، ومع أنه مجرد اختبار، إلا أن أي خطأ يمكن أن يؤدي إلى الإصابة أو حتى الموت. وحاول تشكيل فريق مع زملائك في الفصل للتجربة، وإذا لم تتمكن من ذلك فاستخدم حجر النقل للانسحاب، ولا تجبر نفسك على ذلك. فيقول له لوفان: حسنا. ويقول مع نفسه: سيتم تقسيم نقاط الفريق بين أعضاء الفريق، وما أريده ليس مجرد اجتياز الاختبار، بل أن أكون في المركز الأول أيضا. وهنا ينادي شخص على لوفان، والتي نعرف أنها الآن ستتشين. فيقول لها لوفان: يا لها من مصادفة، هل البنت التي معك هي زميلتك في الفريق؟ فتقول له تشين: أيوة، وده نعرفك على صديقتي المفضلة، ويمكنك أن تناديها بوزي، وإنها قوية جدا. ويعرفون النظام أن اسمها هو تاو شياومان، وهي مقاتلة من الدرجة الأولى. فتقول له: هل ترغب في الانضمام لفريقنا للمشاركة في الاختبار؟ وتكون توز مصدومة بعد سماع كلام تشين، ولكن يقول لها لوفان: أنا آسف، ولكني مخطط للمشاركة منفردا، وعارف إنك عايزة تساعديني،
ولكن هذا هو الشرط الذي وافقت عليه، وسأذهب إلى نقطة التجمع في موقع الاختبار أولا، وأتمنى أن تبذلي جهدك كتير لاحقا. فتقول له تشين وهي حزينة: حسنا، وأنت كذلك. وتقول مع نفسها: بالنظر لقدرات لوفان فإن أي شخص ينضم لفريقي سيكون عبئا عليه. وهنا تقول لها زميلتها: أنت لي دعوتي أضعف مهنة للانضمام لفريقك. فتقول لها تشين: لا، إنه قوي جدا، صدقي أو لا، سيكون لوفان بالتأكيد بطل مقاطعة 2 هذا العام. فتقول لها زميلتها: ما الذي تتحدثين عنه؟ هل وقعت في حب مروض التنين؟ فتحرج تشين من ذلك وتقول لها: لا تفكري في الأمر بشكل خاطئ. وبننتقل في الأحداث إلى لوفان الذي يدخل بوابة عالم الاختبار ويجد المكان مليئا بالطلاب في كل مكان، ويقول لوفان: هذا هو المكان الذي يبدأ فيه الاختبار. وهنا يظهر المدير على الشاشة ويقول للطلاب: انتبهوا يا طلاب للاختبار. ويتم تقسيم البوابات السماوية إلى 4 فئات: أهر، عادية، بلاير، صعبة، مخفية، عبر، كابوس. وفي كل مرة يتم فيها الفتح يمكن للطلاب الذين يختارون هذا المستوى استخدام حجر النقل لدخول برج السلم، وجميع الوحوش في البرج من المستوى العادي وهي إسقاطات، ولن تكون هناك أي إصابات قاتلة. فيختار مجموعة من الطلاب المستوى العادي، ويكون معدل النقاط صعوبة الاختبار العادي هو 9/10، ويقول لهم المدير: المستوى صعبا فيما فوق، كلها وحوش حقيقية، ويمكن الاحتفاظ بالنقاط عند الخروج باستخدام حجر النقل، ومعدل النقاط صعوبة الاختبار الصعب هو 1. فيختار مجموعة من الطلاب هذا المستوى وينتقل لمكان الاختبار. ونعرف أن الجميع يختار هذا المستوى بشكل افتراضي، وذلك لأنه لو ارتفعت الصعوبة أكثر فيكون ذلك قاتلا فقط، والمهن المخفية فقط هي التي ستذهب هناك. وبعدها يعرف من المدير أن الوحوش ستكون أكثر شراسة في المستوى المخيف، ولا ينصح بتحديدها منفردا، ولا تفكر في أن زملاء الفريق سيشاركونك النقاط، وحياتك أكثر أهمية. ومعدل نقاط صعوبة الاختبار المخيف هو 1.5. وهنا يضحك أحد الطلاب ويقول لمدير المدرسة: أنت تشاهد، أليس كذلك؟ سأحصل على أعلى الدرجات هذه المرة. والذي نعرف أن اسمه هو هونغ ووو، مع مهنة مقاتل مخفي من الدرجة الأولى. وتقول زميلته تشان: هونغ ووو هو أفضل طالب في المدرسة، رقم 1، ومن بين أفضل 5 طلاب في مقاطعة 2. وهذا المقاتل مهنة شاملة، يعني يمكنه الهجوم والدفاع، ولا يزال يتحدى منفردا. حان وقتنا أيضا، ويذكرني: يمكننا فقط الحصول على رتبة منخفضة، ومن المؤكد أننا لن نتمكن من التغلب عليه أبدا، وكان من الأفضل اختيار الصعوبة المنخفضة. وفي الأحداث ننتقل إلى مكتب مدير اختبار المنطقة، ويقول أحد المدراء: إن هونغ وو هو أفضل طالب لدينا في المدرسة، رقم 1. ويضحك بكل فخر ويقول: إن المركز الأول سيكون من نصيبه. وبعدها يقول: ابن السيد تشين تي تشين تشو ليست سيئة أيضا، وفي رأيي يجب أن تكون هذه الفتاة من أفضل 3 على الأقل، أليس كذلك؟ فيقول مدير المدرسة التي فيها لوفان مع نفسه: يا له من عار على لوفان، لو كان اختار مهنة مخفية أخرى لما كانت للمدرسة الأولى كل هذا الشرف. ولكن يقول لهم السيد تشين: أيها المدراء، لدي تلميذ واعد جدا، وأعتقد أنه سيكون الأول في هذا الاختبار. فيستغربون: من هذا الشخص؟ قصدك على مين يا سيدة تشين؟ فيقول لهم: لوفان، مروض التنانين من المدرسة الثانوية الثالثة. فيستغرب مدير المدرسة الثالثة ويقول: شخص مثل لوفان؟ إن مجموعة الطلاب دخلوا، ولكنه لم يدخل برج الاختبار حتى الآن. هل اعترف بالهزيمة وقرر الانسحاب من الاختبار؟ ولكن فجأة يقول مدير المدرسة رقم 3 بكل صدمة وهو يشاهد لوفان: إنه ينسحب من الاختبار، إنه ينتظر بوابة الصعوبة الأخيرة. ويقول الناس في صدمة: هل فقد عقله؟ هذا المريض سيموت،
يا سيد لاو، أوقفه بسرعة. ولكن لم يهتم لوفان لكلامه ويدخل الاختبار. فيقول المدير بكل صدمة: آخر شخص تحدى اختبار الكابوس كان قبل 8 سنوات، ساعتها الوحوش مزقته إلى أشلاء وما أفظع موته. ولكن يقول السيد تشين بثقة: ألم أقل لكم؟ انتظروا وشاهدوا. داخل اختبار الكابوس، الطابق الأول يقف لوفان في ساحة مليئة بالنباتات الكثيفة، والضباب يحيط بالمكان، وهو يشعر أن هناك خطرا يقترب. يقول مع نفسه: في الطابق الأول من برج سلم الكابوس هناك في الضباب ما لا يقل عن 10 وحوش. وفجأة تظهر الوحوش، والتي يعرف أنها الذئب أسود الشعر، بمستوى العاشر، مع مهارات العض ومهارة العواء الليلي التي ترفع جميع خصائصهم. يبدأ أحد الذئاب بالهجوم مباشرة على لوفان، ولكن في لمح البصر يسحب سيفه وينفذ مهارة أنياب التنين ليسقط جميع الوحوش في لحظة واحدة. تظهر رسالة في النظام: لقد أكملت الطابق الأول من سلم اختبار الكابوس. مكافأة 99 نقطة. في الخارج يشاهد مدير المدرسة الأولى ما حدث عبر شاشة المراقبة، ويصرخ بصدمة: مستحيل! لقد أنهى الطابق الأول في ثوان معدودة. ويقول أحد المدراء الآخرين: إن خصائصه أعلى بكثير من معيار هذا المستوى. أما السيد تشين فهو يبتسم بثقة ويقول: ألم أقل لكم؟ يبدأ الحاضرون في القاعة بمراقبة تحركات لوفان باهتمام بالغ. داخل اختبار الكابوس، الطابق الثاني، يتقدم